مساء الخير متابعينا في كل مكان. معكم إيرين صفوت صحفي الجريدة. احنا الآن بداخل منزل الطفلة قمر، ضحية الجار القاتل السارق الذي قتلها بدم بارد. معانا والدتها هتكشف لنا ليلة الرعب اللي حصل فيها الجريمة البشعة، وطبعا اللي كانت غير متوقعة من الجار اللي هو المفروض كانوا جيران وحبايب. اتفضلي. حضرتك أنا كنت في شغلي، أنا شغالة مساعدة شيف في كايرو فيستيفال. بطلع الساعة 7 الصبح، برجع الساعة 7 المغرب أو 8 المغرب، معتادة على كده. فأنا منفصلة عن جوزي بقالي سنة، بقعد لوحدي والعيال معايا برضو لوحدي، بسيبهم كل يوم برضو لوحدي. والدها شمس قال لي ابعتي شمس عشان خاطر اكشف لها واقعد معاها شويه. بعت له شمس، قعدت معايا يومين. الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان يوم الاثنين، جت هي بقى يوم الاربع، اليوم اللي حصل فيه كده. وانا جيت من شغلي، دخلت بقى كنت بجيب حاجه من الكشك اللي قدامي، راح بيقول لي بنتي كماله تسال عليكي. يا دوبك دخلت، واقفه قدام الباب شمس عماله تعيط الحقيني يا ماما الحقيني يا ماما. شمس دي بنتك ايه كبيرة؟ السبع سنين، عندها 7 سنين. الحقيني يا ماما الحقيني يا ماما. قمر ما بتردش عليا. قمر عندها كام سنة؟ 6 سنين. طلعت فوق اجري، عريت البطانيه، انا هحسبها نايمه. امي يا توته، بقول لها يا توته امي يا توته عشان جبت لك الفانوس. رحت لقيتها ايه، وشها ازرق وعينيها زرقاء ولسانها كده، بقها مفتوح ولسانها طالع بره. زي انا قلت من الكهرباء، قلت في حاجه، ما توقعتش ان هي تكون مقتوله. نزلت اجري على الراجل اللي في الكشك، قلت له بعد اذنك تعالى الحقني بسرعه، مش عارفه البت مالها. وندهت الناس اللي في الشارع، طلع شافها، لا اله الا الله لا اله الا الله، وراح نزل جري لتحت. فيها كدمات وكده؟ ما كنتش لسه شفت اي حاجه خالص. نزلت تحت، اما بقى انا ادور على فريده، لان انا كنت سايباها هي وفريده. فضلت ادور على فريده ونزلت وطلعت، في الاخر قلت اخبط على البنت اللي تحتيه. خبطت عليها، يا شاهد الحقيني مش عارفه البنت مالها. دي زوجة يعني متزوجة ولا؟ زوجة وزوجها واخو جوزها هو اللي عمل كده. اخو جوزها؟ الحقيني الحقيني الحقيني. راحت. اخو جوزها ده مين؟ قولي لنا بقى مين المتهم ده؟ معرفوش، واحد اسمه قوطه، عنده 16 17 سنه، بس هو تشوفيه تقول ان هو شاب. انا اول ما جيت اصلا، هو ساعه ما شمس بتقولي دي اختي متعوره، في المنطقه ده حرامي. او انا عرفت ده كله بقى. لا انا كنت في شغلي وفي حالي، فما بختلطش بحد خالص، لان انا منفصله ما ينفعش اتكلم مع حد. بعد الموضوع ده عرفت ان هو كان حرامي، وان هو كان بيشرب مخدرات، وان هو كان مش كويس. أنا ما كنتش اعرف ده كله. اسمه قوطه. المهم انا ماليش كلام معاك وماليش اي اختلاط بيك. بقيت انا ايه، اطلع بشوف البت مالها، كنت لسه ما اعرفش ان هي مش مقتوله. بقى واقف جنبي هنا، انزل ينزل. يعني. الشمس بتقول يا ماما الحقي قمر فوق، مش راضيه ترد عليا. انا طلعت اجري، هو جري ورايا واقف. انا مش بكلمك، انت مالكش علاقه بيا. المهم واقف جنبي هنا. نزلت خبطت على البت تحت، هو برضو واقف جنبيا. بقول لها مش لاقيه فريده ومش عارفه قمر مالها. راحت قالت لي فريده اهي. رحت انا وقعت على الارض وقلت لها مالها اختك يا فريده. فريده فين بقى؟ كانت معاها. كانت معاها، يعني هي كانت حضره الواقع يعتبر؟ حضره الواقع، بس كانت مستخبيه تحت السرير. هو في الاول خبط على الباب، راحت هي قمر فتحت له. راح هو قال لها تعالي معايا، باين هي ما رضتش. راح فك، انا كنت حاطه المقشه هنا، راح فك المقشه وضربها بالعصايه وراح خدها تحت. دي اللي هي قمر؟ قمر. فريده بقى استخبت. هو عمل كده ليه؟ معرفش. راح هو بقى ايه، فريده استخبت. اول ما هو نزل، راحت فريده طلعت تجري على الراجل اللي جنبي، قالت له يا عم إيه، ماما مش هنا ومش لاقيه اخواتي، وخافت تقول له. راح هو خدها نزل تحت، اداها لشهد، قال لها دي امانه في رقبتك لحد ما امها تيجي. ما كانش يعرف بقى ان هم واخدين ما كانش يعرف اي حاجه. المهم راحت هي شهد ايه، قلت لها تعالي شوفي البت مالها، انا حتى مش عارفه، مش جاي لي قلب ان انا احوش الغطا من عليها. طلعت فوق بحوش الغطا،
لقيت ايديها مقطوعه، رحت فضلت اصوت، قلت لها هي عورت نفسها؟ لا، ايديها كانت مقطوعه، مفيش الا هي الحته دي بس، يعني ايديها منفصله يعتبر عن بعضيها، كل حاجه مقطوعه، مش شرايين، مش حته صغيره، لا مقطوعه خالص. بقول لها دي باين عورت نفسها، طب حد عمل كده؟ قالت لي لا، قلبي فيها، وهو الواد واقف جنبي. قالت لي لا، قلبي فيها وقلعيها البنطلون، شوف احسن يكون حد عمل فيها حاجه. رحت قلت لها فعلا، قلعتها البنطلون، لقيته هو مخربشها من قدام جدا، هي رجليها كانت ناشفه، وهي البنت كانت عامله زي خشبه، ما عرفتش ان انا افتح رجليها، فبشوفها من ورا لقيته مبوظها من ورا خالص. بقول لها ده حد فعلا عمل فيها كده؟ انا البنت لما بديها البوسه تتعب كده، عارفاها. قلت لها لا، ده فعلا في حد عمل فيها حاجه. بس بقى جت لي حاله دي ذهول، بقى ساعتها الشهد دي. ما اتكلمتش. قلت لها بس سيبوني سيبوني سيبوني، راح ايه، قلت لها سيبوني حد وانزلوا. كان معاكي تاني في الأوضة؟ لا، هي شهد دي وهو بس واقف. قلت لها انزلوا انزلوا وسيبوني في طب حالي. المقدام ما قالش حاجة لما ولا انت؟ اي حاجه خالص، وبس ما عليه ان هو ينزل ويطلع ورايا. انا برضو استغربت، ليه انا اول مره اشوفك اصلا وانت محتك بيا جدا. حتى رئيس المباحث انا جايلك في الكلام، لما جه خده هو معانا. رحت قلت له سيبوني وانزلوا، سيبوني وسيبوني في طب حالي. ما عرفتيش تروحي لجارك ده اللي قابل الطفلة التانية؟ ما هو جاري ده بعد كده انا نازله على السلم، اتاري جاري راح اللي بتاع الكشك بيجيب حاجات، راح بتاع الكشك قال له ده احنا اتصلنا بالمباحث عشان لقينا قمر فوق مقتوله. طلع يجري، جه عليا بيقول لي مين اللي اتقتلت؟ ده انا واخد فريده مديها اللي شهد تحت. قلت له ما اعرفش، لقيت قمر مقتول على السرير. راح خد مني التليفون وراح كلم المباحث، جت المباحث. في الاول اتهموني انا، فضلت تحقيقات معايا انا، بعد كده راحوا خدوني انا، وخدوا عبد الله اللي هو جاري ده، وخدوا شهد، وخدوا الواد اللي هو اللي اسمه قوطه ده، وخدوا الواد بتاع الكشك. رحنا كلنا فين؟ على هناك. المهم فضلوا معايا انا حبه كتار، وسالوهم كلهم، دخلوا اخر واحد خالص، لان هو ما حدش يعني مش هنشك فيه، لان هو شاب صغير. دخلوه هو اخر واحد. مفيش نص ساعه وسمعت بقى ايه، ناس كتيره جت، وانا في الاوضه سامعه ناس كتيره بتخش جوه الاوضه، وسامعاها هو عمالين يتخانقوا معاه ويقولوا له هتحكي عدل ولا لا، والكلام ده. فضلت قاعده لحد تاني يوم الصبح بعد الظهر. طلعت مشوا الراجل بتاع الكشك، ومشوا عم عبد الله، ومشوا مش واحد تاني، وبعد كده راحوا واقفين احنا قدام بعضنا. بقول لها يا شهد، هو انت تعرفي حد؟ طب هم ماسكينكم انتوا ليه؟ طب هو ايه اللي حصل؟ راح رئيس المباحث قال لي اسكتي دلوقتي. دخلنا جوه، راح رئيس المباحث نده عليا، قال لي احنا عرفنا مين اللي اعتدى على بنتك. اللي اعتدى على بنتك قوطه. قلت هو له اسمه ايه غير اسم الشهرة ده؟ ما اعرفش اسمه ايه، بس اول اللي انا عرفته ان هو اسمه قوطه. رحت قلت له طيب حصل ليه وازاي وفين؟ ده حتى ما فيش دم في البيت، ما فيش اي حاجه خالص، طب اعورها ازاي؟ بقطر ولا بايه؟ قال لي لسه هنعرف كل حاجه من الطبيب الشرعي. فضلت قاعده لحد مثلا الفجر او لحد الساعه 5 الصبح، وبعد كده رحت اتعرضت على النيابه، مش عارفه بالليل ولا بالصبح. اتعرضت على النيابه، دخلت الوكيل النيابه قال لي تم الاعتداء عليها من هو الشخص ده، وهو في الاول اغتصبها، وبعد كده راح ضربها، وقبل ما يغتصبها ضربها بالعصايه، وبعد كده راح قطع شرايين، قبل ما يقطع شرايين ايديها راح خنقها خالص. قلت له طب البت كان جسمها عامل زي الخشب، يعني كانت متصفيه دمها ولا ايه؟ قال لي مش عارف لسه. وبعد طب كده قدرتي تفهمي هو اعتدى ليه عليها كده؟ هو وكيل النيابه قال لي انت في ما بينك وما بينهم اي عداوه او اي حاجه؟ قلت له انا علاقتي بيها هي بس بتطلع تقول لي انا محتاجه سكر، محتاجه اي حاجه عاديه، انما احنا اصحاب كاي حاجه لا خالص. وهو الشخص ده اصلا انا ما اعرفوش، وجوزها اول مره اشوفه اليوم ده كان واقف. حتى جوزي بيتكلم معاه بيقول له انتوا ليه عملتوا كده في بنتي؟ قال له لما ننزل تحت نتكلم. وراح سابنا، ومش انا كشكليا ما اعرفهمش غير البنت. راح قال لي بس البنت دي مشتركه معاه. وكيل النيابه قلت له هي شهد دي؟ قلت له طب مشتركه معاه ازاي؟ قال لي ما لسه ما فهمناش حاجه. وراح طلعني بره، قال لي هدخله، هقول له بس انت الحاجات اللي اتسرقت من عندك. في حاجات اتسرقت وقت ارتكاب الواقعة؟ وكيل النيابه انا ما كنتش لسه اعرف، لان انا ما بصيتش على حاجه. راح قال له ايوه انا فعلا خدت من عندها كل المواعين بتاعه المطبخ، وخدت من عندها الحاجات اللي هي بتاعت رمضان وكده، وخدت من عندها العبايات بتاعتها وحطيت فيها الحاجات.
قلت له، قال لي ايه اللي يخبي يعني الحاجات؟ خدهم ونزل بيهم. قال لي فعلا الحاجات دي اتاخدت من عندك وكيل النيابه؟ قلت له ما اعرفش. قال لي طب دي سكينتك؟ هو اتاريه هو كان سارق ايه بقى؟ اللي حاجات من المطبخ يعني؟ اللي هو باين بيشرب، فخد الالمونيا والحاجات دي عشان خاطر ان هو يبيعها، ما لقيش حاجه يحطها، فخد الهدوم حطها في الهدوم. وهي باين طلعت خدت اللي هو الرز والسكر والكلام ده. قال لي الحاجات دي فعلا اختفت من عندك؟ قلت له انا ما اعرفش، انا كنت في البنت، انا ما اعرفش حاجه. راح وراني السكينه كده وملفوفه بحاجه بيضه، قال لي دي سكينتك؟ قلت له ايوه هي دي سكينتي، انا ما عنديش غيرها. راح قال لي خلاص ماشي اطلع بره يا قوطه. وقلت له طب انا عايزه اشوف شهد، انا عايزه اسالها ليه، طب عرفيني، طب قولي لي اي حاجه، طب عايزه اتكلم مع اي حد. قال لي اطلعي بره، وقبل ما تطلعي حق بنتك في رقبتي، وانا مش هسيبك لحد ما حق بنتك يجي، واعتبري ان انا تحت ربنا، انا معاكي. وهتطلعي دلوقتي هتروحي تستلمي بنتك على طول من المشرحه. جوز شهد ده بقى اللي هو كان موجود مثلا في الواقعة؟ جوزها بقى ما قابلتوش غير هي مره واحده واحنا في النيابه. سألتيه قلت له محمد هو طليق بيقول له هو انت ليه عملتوا كده في البيت؟ ده انا مش هسيبكم. قال له لما ننزل تحت نتكلم. راح محمد قلت له اطلع على المباحث بدل ما يكون بيهددك، اطلع على المباحث عشان تعرف. راح طلع على المباحث، قال له ده بيقول لي كذا كذا، هو بيقول له هو بيتخانق. قلت له هما كمان عايزين يتخانقوا، اطلع على المباحث. رحت انا وهو على المباحث. راح هو خد جوزها ده، راح وقفه كده وده خلاه يبص على الحيطه. بس مشيت بقى من عنده، رحنا عند المشرحه وفضلنا نلف في حتت كتير لحد النهارده. هي ما كانش عارفين نطلعها من المشرحه. ده اللي خلاني انا صورت الفيديو. تقرير الطب الشرعي. ما انا برضو عايزه اعرف التقرير انا عايزه اعرف حصل فيها ايه. هو التقرير ده تبع الحكومه لازم يكون دقيق جدا، ان هو يبين الاصابات اللي فيها بالظبط عشان حقها ما يضيعش. طب تمام، بس هو ده الاهم. ما دام هي طلعت من المشرحه يبقى اكيد طلع التقرير. لا ما بيطلعش بعديها، لازم ياخد فتره ولازم يتعرض على النيابه، فما تقلقيش حق بنتك راجع. طب احكي لي يعني انت رجعتي الساعه كام وبنتك اكتشفت الواقع تقريبا الساعه كام؟ حوالي الساعه 7. حوالي الساعه 7 يعني كانت صلاه العشاء زي كده. انت كنت راجعه من شغلك؟ ايوه انا برجع من شغلي كل يوم، انا ما باخدش يوم اجازه، يعني هو يوم واحد في الاسبوع اللي بتحدده الاداره بتاعه الشركه. ف 7 الصبح ل 7 بالليل راجع عادي خالص. انت كنت دايما بتسيبي اطفالك مثلا هنا في البيت ولو احتاجوا حاجه يعدوا على؟ لا ما بيعدوش ولا بينزلوا ولا بيكلموا حد خالص، ولا في مدرسه ولا ليهم اصحاب ولا اي حاجه. انا حياتي هي ان انا بطلع اشتغل، اجيب فلوس، ادفع ايجار، بملى ثلاجتي. ما فيش حد. يا شمس السبع سنين دي انا معلماها. هي المشكله ان كان الشمس مش موجوده. هو كان عارف ان الشمس بقالها يومين مش موجوده وانا مش موجوده. الشمس ما بتفتحش الباب خالص. انا جبت قضيه ايسل، مهتميه بالحاجات دي جدا، بحب اعرف القواضي. وريتها وقلت لها بصي يا شمس بيحصل ايه بره، الباب ده ما يفتحش. يعني اصحاب لينا هي شمس اللي هي اكبر منها وقمر، الباب ده ما يفتحش لحد، ما نكلمش حد. ان هو كمان اتعدى عليها بالضرب. هو من انا ما بفكش. ده قبل الواقع ولا بعد الواقع؟ لا هو اليوم اللي حصل فيه الواقعه هو خدها من هنا بالضرب بالعصايه. هو ما خدها، هو انا لقيت عصايه المقشه، هم خدوا كمان العصايه. انا قلت لوكيل لرئيس المباحث، قلت له انا ما بفكش عصايتي، انا لقيت العصايه مركونه جنب الباب. ويمكن ده متعدى عليها بالضرب عشان ما تتكلمش مع حد او كده، ما تقولش اللي حصل. ما اعرفش حاجه، انا ما اعرفش حاجه. انا لقيت العصايه مركونه، عرفت ان هو ضربها. حتى نقطه دم بعد ما جيت من عند النيابه دورت في الشقه ما فيش نقطه دم. وكانت نايمه بفلن حمالات وشورت. انت كنت سايباها كده؟ جيت لقيتها لابسه ترنك، والترنك مقصوص يعني ايه، بوريك الفلنه جوه، انا ما رميتهاش. الترنك مقصوص من هنا ومقصوص من ورا، وهي لابسه منطلون وانا ما كنتش لابساها كده. يعني ده لبسها؟ هي لبسها، بس هو خدها عمل كده ولبسها وطلعها تاني ونيمها على السرير. كانت متوفيه ساعتها ولا توفت بعديها؟ لا انا جيت لقيتها متوفيه. لما طلعها كانت متوفيه؟ ما اعرفش. ما بس يعني انت يعني دي كانت عينيها، البياض بتاع عينيها ده لونه ازرق. انا عارفه، يا ريتني كنت عرفت اصورها ولا جه في بالي. بياض عينيها ده ازرق، لسانها ده طالع بره بقها ووشها ازرق
مخنوقه. وانا كنت نفسي اعرف بس هو ليه هو اللي بيموت بيبقى جسمه زي الخشب. كانت رجليها دي ما كنتش قادره افتحها من بعضها وما جاليش قلب اقرص فيها قوي. فايه السبب؟ قلت الشهد دي مختلطة معاكي في أي حاجة؟ خالص صح؟ والله العظيم. كل ما يقول لي يمكن اعداء ولا حاجه خالص. اسالي عليا الجيران تحت، انا بطلع في حالي وبدخل في حالي، ما ينفعش احتك بحد. هي بتطلع لي بس بتقول لي يا ام شمس هاتي كوبايه زيت لحد ما اجيب، هاتي مش عارف بس. انما اصحاب كلام لا خالص. توقعتي اللي حصل منهم دول؟ لا. ما توقعتيش. انت لو شفتي شهد دي وشها بريء جدا، ولو شفتي الواد وشه ما يديش ان هو كده. ما توقعتيش تم الاعتداء بالشكل الصعب ده؟ انا اساسا وانا بقلب فيها هي اللي قالت لي شوفي احسن يكون حد معتدى عليها. انا هي حبت تلفت نظرك بقى. طب تلفت نظري ليه؟ هم اللي مرتكبين الواقعة. ماشي، يعني انت ازاي تبقي مرتكبه حاجه وتقولي لي شوفي؟ ما دي برضه انا مش هي فضلت فاهماها. معاكي لغاية ما بلغتي الشرطة هي- ولا عملت ايه بعد ما انت اكتشفتي؟ لا هي قالت لي شوف، وانا وقفت افتش. انا لما لقيت البنت كده جات لي حاله صدمه، بقيت اصوت واطردهم لبره. انا قلت لهم امشوا، محدش يقف معايا ولا محدش يقف مع بنتي، امشوا لوحدي كده. لما الشرطة جت خدته. ما هو بقى الواد مش راضي يمشي، الواد واقف تحت. انت لو صورتي مع بتاع الكشك ومع عبد الله، انا لسه سامعه النهارده، انا ما اتكلمتش مع عبد الله من ساعه ما جيت، لسه سامعاه النهارده في التصوير بيقول ان هو لقي الواد واقف تحت، ولما دخل الكشك وبيتكلم مع بتاع الكشك وكان الواد واقف معاه. وكمان اتفاجئت ان هو بالحاجه اللي باعها دي خدها راح اجر سكوتر وكان واقف بيلعب تحت. ده كله انا ما كنتش اعرفه. يعني هو طفل يعتبر في الاخر. يعني هو برضو مهما كان هو مش معتاد ان هو يظهر في الشارع. اليوم ده تعمد ان هو يبقى ظاهر زياده عن اللزوم لدرجه ان هو لفت الانظار. بيشتغل ايه اصلا؟ لا ما اعرفش اي حاجه عنهم خالص. احكي لنا عن قمر. يعني انت اليوم ده بتقولي كنت جايبه لها حاجات رمضان، انا فانوس. قبل ما امشي مصحياها من النوم قلت لها امي اقفلي الباب قبل ما امشي يا توته. وقالت لي طب يا ماما اعملي لها عصير قبل ما تمشي. قلت لها يا ماما انا متاخره النهارده، لما اجي هعمل لك اللي انت عايزاه. طب هاتي لي فانوس رمضان عشان بكره رمضان. قلت لها عين ماما حاضر. انا جيت وانا جايبه السحور معايا وجايبه فوانيس رمضان، طالعه عادي زي ما بطلع كل يوم. لقيت البت واقفه بتقولي دي مش راضيه ترد عليا. قلت اكيد نايمه عادي، ما كنتش عارفه ان ده كله حصل. انت عارفه هي عندها كام سنه؟ 6 سنين. عارفه يمكن اختها الكبيره واللي عندها 4 سنين فيها جسم عنها. قمر هو والله العظيم ضعيفه جدا فوق ما تتخيلي. اكتر واحده غلبانه في اخواتها، ولا ليها حتى ولا تتكلم ولا تلعب زي اخواتها كده. هي كانت لسه الاسبوع اللي فات بتسالني بحفظهم قران، بتقول لي يا ماما وانا عايزه اعرف عشان مش موديهم مدارس وكده، هو اللي بيموت بيروح فين؟ قلت لها بيروح عند ربنا يا توته. قالت لي هو ربنا هو اللي بيبعت لنا الاكل والشرب؟ قلت لها يا ماما هو اللي بيبعت لنا كل حاجه. قالت لي انا بحب ربنا قوي يا ماما، ما اعرفش ان هي تروح لربنا، ما اعرفش ان هي بتحبه وياخدها مني. بس ما كانتش تموت كده، بس اللهم الاعتراض مش معترضة، راضية والحمد لله. بس انا بدل ما اخسر واحد خسرت التلاتة. ابوهم حكم عليا ان هو خد الاتنين، قال لي انت ما عرفتيش تعميهم، وانا حاولت اعميهم وحاولت اعمل لهم اللي هم عايزينه. خد الاتنين مني حتى ما رضيش يخليني اروح ادفنها. هي دلوقتي طلعت من المشرحة وهتدفن في الصعيد، صح كده؟ هتدفن في ملاوي وانا مش قاعدة لدفنتها. انا عاملة مشاكل كبيرة قوي مع جوزي بسبب كده. بتطلبي بايه؟ بطلب بالعدل القصاص اللي قال عليه ربنا من قتل يقتل. لو شفتي المتهم في اول جلسة ليه هتقولي له ايه؟ هقول له منك لله حسبي الله ونعم الوكيل. ما صعبتش عليك، ما زعلتش عليها. دي فريده وهي مستخبيه بتقول، كانت عماله تقول يا ماما هو شايلها ونزل بيها. طب ليه؟ عماله تقول له سيبني يا ماما الحقيني يا ماما.
حرام عليك. عايزه اسالها، هي جالها قلب تقول له اطلع اقتلها عشان تتكلم؟ دي معاها عيل بيرضع، انت ما شفتيش؟ راحت اللي طلعت تقول له اقتلها. اللي انا عرفته من الجيران هم قالوا لي يمكن هي قالت له كده. انا عايزه اسالها طب ليه؟ طب ده انت شايله طفل على ايدك بيرضع، ما صعبتش عليكي؟ وقاعده تحت، ده انا نزلت وانا بخبط عليها مشغله التلفزيون وعادي. جالك قلب، عارفه بنتي مقتوله فوق وجالك قلب تقعدي تسمعي تلفزيون، وهو جاله قلب ينزل يلعب في الشارع ويقف جنبي. كلمة أخيرة يا حاج، اقول حسبي الله ونعم الوكيل. وطول ما فيش عدل في عدل طبعا. لا، ده طفل صغير، ده 16 سنة، يعني هياخد ايه؟ هياخد عقوبة. لا، هياخد اعدام. ربنا قال القصاص. قولي انك بتطلبي كده يا حاج. اطلب القصاص، اطلب اللي ربنا قال عليه، بس مش عايزة غير كده. شكرا. ورينا صورة طفلة كده آخر مرة. كنا معاكم النهاردة من داخل منزل الطفلة قمر، وزي ما انتوا شفتوا كده ان مامتها كشفت لنا كواليس الواقعة كاملة. زي ما انتوا شايفين في الصورة ان جسمها هزيل جدا، وطبعا المتهم للأسف جارها واعتدى عليها بعد ما تعدى عليها بالضرب زي ما الأم بتقول، علشان ما تتكلمش وعلشان ما تكشفش جريمته. شكرا لحضراتكم، وهنتابع مع حضراتكم كل تفاصيل الواقع.